اهلا بيكم. كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن كورس سبيس بروجرام اللي هو يعتبر مقدمه لبرامج التكنولوجيا المختلفه، وتقدروا تشوفوا الفيديو ده على صفحتنا على فيسبوك او على قناتنا على تيك توك او يوتيوب. كورس سبيس بروجرام بيكون متقسم لثلاث اجزاء: برمجه والجرافيكس وصناعه المحتوى. وفي الفيديو ده هنتكلم على تفاصيل خاصه بجزء البرمجه اللي بيتكون من 5 حصص، والاطفال هيتعرفوا فيه على 4 مجالات مختلفه: تطبيقات الموبايل وبرمجه الالعاب والذكاء الاصطناعي والروبوتكس. أول مجال هنتكلم عنه هو تطبيقات الموبايل، اللي الأطفال هيعملوا فيه تطبيقات الموبايل الخاصة بيهم بشكل احترافي وكمان بجودة عالية، أي ديكشنري آب اللي يعتبر قاموس رقمي، واللي بيساعد المستخدم إنه يلاقي معاني ووصف للكلمات اللي بيدور عليها. وكمان هيعملوا AI كويز آب اللي يعتبر تطبيق مسابقات يدعم الذكاء الاصطناعي وبيسمح للمستخدم إنه يتعامل مع التطبيق من خلال الفويس انجن. وتاني مجال هنتكلم عنه هو برمجة الألعاب، اللي الأطفال هيقدروا يطوروا ويبرمجوا الألعاب الخاصة بيهم، زي لعبة ريس ماث اللي هي لعبة سباق ولكن باستخدام العمليات الحسابية عشان تنشط دماغهم وتطور من طريقة تفكيرهم. وكمان لعبة فروت كوليكتور أو جامع الفواكه اللي هتكون كلها نشاط واستمتاع لأنها تعتمد بشكل كبير على التفكير الإبداعي. وتالت مجال هنتكلم عنه هو الذكاء الاصطناعي، واللي هينقل الأطفال لعالم مختلف وممتع، لأنهم هيعملوا تطبيقات معتمدة على الذكاء الاصطناعي، زي إننا هنخلي الكمبيوتر يقدر يفرق بين صور القطط أو الكلاب ويتعرف عليهم بشكل تلقائي. وآخر مجال هنتكلم عنه هو الروبوتكس، واللي الأطفال هيعملوا فيه مشاريع متنوعة ومختلفة، زي الهوم أوتوميشن، وهو إننا نتحكم في البيت عن بعد، ننور أو نطفي لمبة، نقفل أو نفتح باب، وكل ده عن بعد. وكمان هنعمل لعبة ولكن بشكل مختلف، وإننا نتحكم في شخصيات اللعبة باستخدام temperature sensor. وبكده هنكون جمعنا بين مجالين: برمجة الألعاب والروبوتكس. وبكده يكون ابنك عمل أكتر من 10 مشاريع في 5 حصص بس، وتعرف على أكتر من مجال في عالم البرمجة، وكمان زود من مهارات تانية زي التفكير الإبداعي وحل المشكلات والعرض والتواصل. وبكده يكون ابنك اتعلم وطبق ونفذ. مستني ايه؟ احجز معانا.